إبشتين كان ليه علاقة بعيلة روتشيلد اللي ليها دور كبير في تمويل قيام دولة إسرائيل، وبيقال إنه كان مجند بشكل مباشر مع الموساد وبيوصل له تموين منهم. وفي مستندات بتربطه بطقوس غريبة ومرعبة بتوصل لحد التضحية بالبشر، وحتى اسم حسابه البنكي كان متسمي على اسم كيان كنعاني قديم كانوا بيعبدوه زمان. من امبارح وأنا غرقان جوه ملفات جيفري إبشتين، حرفياً دخلتني في دوامة سودة. الحاجات اللي شفتها في الوثائق صعب أي عقل يتخيلها، ومستوى التفاصيل مخيف جدا. علشان كده البوست ده مختلف عن أي حاجة قبل كده. مش هحكي لك قصة كاملة، لكن هسيبك مع مقتطفات مباشرة من الملفات نفسها، ومع كل نقطة هتلاقي صورة أو مستند بالترتيب. وخلي بالك، ده بس اللي ينفع يتقال علني. في حاجات أسوأ بكتير مش ممكن تتنشر عشان المنصات ممكن تحظر المحتوى، فاعتبر ده الجزء الأول. ولو شايف إن المعلومات مهمة، شاركها عشان ناس كتير محتاجة تعرف. خلينا نمشي واحدة واحدة واستعد شوية لصدمات. أول نقطة، وثيقة بتقول إن جيفري إبشتين كان بيتلقى دعم مالي مباشر من أريان دي روتشيلد المصرفية الفرنسية ورئيسة مجموعة إدموند دي روتشيلد. المجموعة دي بتقدم نفسها كمنظمة خيرية دولية بتدعم التعليم والفنون والمبادرات الاجتماعية، وليها نشاط واضح في إسرائيل، خصوصاً في تأهيل القيادات الشابة والتعليم العالي. صندوق إدموند دي روتشيلد متسمي على اسم البارون إدموند دي روتشيلد، حفيد مؤسس عيلة روتشيلد الشهيرة اللي ليها نفوذ كبير في البنوك والإعلام. والتاريخ بيقول إن إدموند نفسه كان من أوائل الممولين للمستوطنات اليهودية في فلسطين في القرن التاسع عشر. والوثيقة بتذكر إن الصندوق مول إبشتين ب$25 مليون سنة 2015 مقابل شغل على خوارزميات مش واضح هدفها. تاني وثيقة جاية من تحقيقات ال FBI. التحقيقات بتشير إن إبشتين كان متهم إنه على صلة بأجهزة استخبارات زي ال CIA والموساد، وإن المحامي اللي بيمثله كان بروفيسور قانون من هارفارد اسمه ألان ديرشويتس. والوثيقة بتذكر إن ليه علاقات مع شخصيات سياسية وإسرائيلية بارزة. كمان اتذكر اسم إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق، وإن كان في علاقة شخصية بينهم، وورد ذكر بنيامين نتنياهو في سياق التحقيقات. الجزء الثالث عبارة عن إيميل داخلي أثناء التحقيقات سنة 2019 بيتكلم عن شهادة أحد الضحايا. الشهادة بتحكي عن حفلات جنسية على يخت تابع لإبشتين، وطقوس غريبة جدا ومشاهد صادمة وصعب تصديقها. الضحية ادعى إنه تعرض لأذى جسدي وطقوس مرعبة. طبعا الكلام ده كله وارد يكون محل جدل أو تشكيك، ومفيش تأكيد قاطع على التفاصيل، لكن ده اللي مكتوب في الشهادة نفسها. وثيقة تانية عبارة عن إيميل من إبشتين لبنك جي بي مورجان بيطلب تحويل $11,000 لحساب باسم بعل. اسم بعل ده بيرجع لإله كنعاني قديم مرتبط في التاريخ بالخصوبة والعواصف، وبعد كده في الديانات الإبراهيمية اتحول رمزياً لاسم مرتبط بالشيطان. وفي دراسات تاريخية بتتكلم عن طقوس قديمة كانت بتنسب ليه، منها طقوس تضحية، وده اللي خلى الاسم يثير علامات استفهام لما ظهر كاسم حساب بنكي. آخر نقطة كانت إيميل بين إبشتين وشخص مجهول. إبشتين بيقول له: فينك؟ أتمنى تكون بخير، عجبني فيديو التعذيب. والرد كان: أنا في الصين دلوقتي وهبقى في أمريكا الأسبوع الثاني من مايو. الإيميل بتاريخ أبريل 2009، وبالبحث في الأخبار في نفس التوقيت اتبين إن بنيامين نتنياهو كان فعلا في زيارة للصين، وبعدها بأسبوعين سافر واشنطن للقاء أوباما. التزامن ده خلى ناس كتير تربط الأحداث ببعض، لكن برضو مفيش دليل مباشر بيأكد هوية الشخص المذكور. اربط حزامك كده، لأن اللي جاي مش أخف من اللي فات. من الحاجات اللي ظهرت في الملفات كمان إن شبكة علاقات إبشتين ما كانتش مجرد رجال أعمال وخلاص، لأ، دي كانت دايرة ضخمة فيها سياسيين، مشاهير، أكاديميين، وأصحاب نفوذ. أسماء كبيرة جدا كانت بتظهر في سجلات الطيارات الخاصة بتاعته، خصوصا الطيارة اللي الإعلام كان مسميها لوليتا إكسبرس. السجلات دي بتوضح مين سافر معاه وفين وإمتى، وبتبين إن في شخصيات مهمة كانت بتروح وتيجي على جزيرته الخاصة أكتر من مرة. المشكلة مش في السفر نفسه، المشكلة إن المكان ده هو اللي اتقال إن كان بيحصل فيه كل البلاوي اللي اتحكى عليها: حفلات مغلقة، استغلال قُصّر، وضيوف محددين جدا. يعني ببساطة المكان ما كانش رحلة سياحية. كمان في ملاحظات غريبة حوالين طريقة تعامل السلطات معاه.
إبشتين اتقبض عليه أكتر من مرة، ومع ذلك كان دايما بيطلع بصفقات مخففة بشكل مش منطقي. في قضية 2008 مثلا، بدل ما يتحاكم محاكمة كاملة، أخد صفقة قضائية خلته يقضي وقت قليل جدا في السجن، وكان مسموح له يخرج ساعات يروح شغله عادي. اللي يخلي أي حد يسأل إزاي واحد عليه التهم دي كلها ياخد معاملة خفيفة بالشكل ده. ناس كتير شايفة إن ده معناه إنه وراه حماية من ناس تقيلة جدا. نيجي للنقطة الأخطر، موتو نفسه. الراجل كان متحبس في سجن فيدرالي وتحت مراقبة مشددة عشان احتمال الانتحار، وفجأة الكاميرات عطلت والحراس ناموا والتفتيش ما اتعملش في ميعاده، وبعدها يتقال إنه انتحر. 3 أخطاء كبار تحصل في نفس الليلة. الكلام ده خلى ناس كتير جدا تشك إن الموضوع مش انتحار أصلا، وإن حد كان عايزه يختفي قبل ما يفتح بقه ويذكر أسماء، لأن لو اتكلم نص الكوكب كان ممكن يقع. بعد موته المفروض إن التحقيقات تكشف كل حاجة صح؟ الغريب بقى إن جزء كبير من الأدلة اختفى أو اتحجب. في وثائق اتحجبت لدواعي أمنية، أسماء اتحذفت، صفحات كاملة مسودة، يعني حرفيا الملفات متقصقص منها أهم أجزاء. وده زود الشك أكتر إن في ناس معينة لازم تفضل بره الصورة. الأغرب من ده كله إن شبكة علاقاته لحد النهاردة محدش قدر يفك شبكتها بالكامل. في ناس اتحكمت فعلا، لكن في المقابل شخصيات كبيرة جدا خرجت من الموضوع كأنها ملهاش علاقة خالص، لا تحقيقات جدية ولا استدعاءات واضحة. وده خلى ناس كتير تقول إن إبشتين ما كانش مجرد مجرم لوحده، لكن كان حلقة وصل أو مسيط بيجمع ناس تقيلة في أماكن حساسة، ويمكن ماسك عليهم ملفات أو أسرار. يعني الراجل كان ماسك مفاتيح كتير، ولما مات المفاتيح دي اختفت معاه. لحد هنا الصورة بتبقى أوضح شوية، مش قصة شخص واحد وخلاص، دي شبكة علاقات، فلوس، نفوذ، استخبارات، وحاجات بتحصل ورا الستار. وبرضه لازم أكون صريح، في النوع ده من القصص لازم نفصل دايما بين الوثيقة المؤكدة والنظريات والتفسيرات، عشان في خيط رفيع جدا بين البحث عن الحقيقة وبين الانجراف وراء أي حاجة صادمة. بس اللي أكيد فعلا يعط إن الراجل ده كان ماسك أسرار تقيلة، وأسراره اختفت معاه. لازم تتفهم إن إبشتين ما كانش ملياردير تقليدي. الراجل ما كانش عنده شركة كبيرة واضحة، ولا اختراع ولا بيزنس مفهوم يبرر الثروة المرعبة اللي كان عايش بيها. قصور، طيارات خاصة، جزيرة كاملة، علاقات مع رؤساء دول وملوك ومشاهير. أي حد طبيعي يسأل جاب الفلوس دي منين أصلا؟ اللي في الملفات بيقول إنه كان بيلعب دور مدير ثروات لبعض الأثريات، لكن الدخل المعلن أقل بكتير من مستوى حياته الحقيقي. وده خلى ناس كتير تشك إن مصدر قوته ما كانتش الفلوس بس، لكن المعلومات. النقطة الأخطر بقى أسلوبه مع الشخصيات المهمة. إبشتين كان دايما بيعزم ناس تقيلة جدا على حفلات خاصة، أماكن مغلقة، جزيرته أو بيوته اللي كلها كاميرات وأنظمة مراقبة. في تقارير كتير قالت إن بيوته كانت مليانة كاميرات في كل حتة تقريبا. وده يفتح احتمال مرعب، هل كان بيسجل كل حاجة؟ يعني لو حد مهم وقع في موقف مشبوه يبقى معاه مادة ضغط عليه طول العمر، وده اسمه ببساطة ابتزاز سياسي. ومش بعيد خالص إن ده يكون سبب قوته الحقيقية. خلينا نربطها باللي فات: تمويل من جهات قوية، علاقات مع استخبارات، شخصيات سياسية كبيرة، أماكن مغلقة مليانة كاميرات، قضايا بتتقفل بسهولة، موت غامض، ووثائق متحجبة. لما تحط كل ده جنب بعض الموضوع ما يبانش جريمة فردية، ده يبان كأنه شبكة مصالح، كل طرف مستفيد وكل طرف ساكت، وأول واحد ممكن يفضح الكل لازم يختفي. وده اللي حصل. حتى بعد موته الغريب إن مفيش تفكيك كامل للشبكة. عادة في القضايا الكبرى يمسكوا الراس يوقعوا الباقي، إنما هنا حصل العكس، الراس مات والباقي اختفى. لا قوائم كاملة ولا محاكمات كبيرة ولا فضايح بحجم الأسماء اللي كانت حواليه. كأن في زرار اتضغط وقال اقفلوا الملف. في الآخر سواء صدقت كل التفاصيل أو شكيت في نصها، في حقائق محدش يقدر ينكرها. إبشتين كان قريب جدا من ناس عندها سلطة مهولة، اتقبض عليه في أكتر من مرة وطلع بسهولة. موته في ظروف مش منطقية، وجزء كبير من الملفات لحد دلوقتي مش متاح للناس. ودي لوحدها كفاية تخلي أي حد يقول في حاجة أكبر من اللي ظاهر.
خليني أقولك بصراحة وبهدوء كده بيني وبينك، في النوع ده من القصص لازم نفصل دايما بين الوثيقة المؤكدة والنظريات والتفسيرات، عشان في خيط رفيع جدا بين البحث عن الحقيقة وبين الانجراف وراء أي حاجة صادمة. بس اللي أكيد فعلا يعط إن الراجل ده كان ماسك أسرار تقيلة، وأسراره اختفت معاه. لازم تتفهم إن إبشتين ما كانش ملياردير تقليدي. الراجل ما كانش عنده شركة كبيرة واضحة، ولا اختراع ولا بيزنس مفهوم يبرر الثروة المرعبة اللي كان عايش بيها. قصور، طيارات خاصة، جزيرة كاملة، علاقات مع رؤساء دول وملوك ومشاهير. أي حد طبيعي يسأل، جاب الفلوس دي منين أصلاً؟ اللي في الملفات بيقول إنه كان بيلعب دور مدير ثروات لبعض الأثريات، لكن الدخل المعلن أقل بكتير من مستوى حياته الحقيقي. وده خلى ناس كتير تشك إن مصدر قوته ما كانش الفلوس بس، لكن المعلومات. النقطة الأخطر بقى أسلوبه مع الشخصيات المهمة. إبستين كان دايماً بيعزم ناس تقيلة جداً على حفلات خاصة، أماكن مغلقة، جزيرته أو بيوته اللي كلها كاميرات وأنظمة مراقبة. في تقارير كتير قالت إن بيوته كانت مليانة كاميرات في كل حتة تقريباً، وده يفتح احتمال مرعب. هل كان بيسجل كل حاجة؟ يعني لو حد مهم وقع في موقف مشبوه، يبقى معاه مادة ضغط عليه طول العمر. وده اسمه ببساطة ابتزاز سياسي، ومش بعيد خالص إن ده يكون سبب قوته الحقيقية. خلينا نربطها باللي فات: تمويل من جهات قوية، علاقات مع استخبارات، شخصيات سياسية كبيرة، أماكن مغلقة مليانة كاميرات، قضايا بتتقفل بسهولة، موت غامض، وثائق متحجبة. لما تحط كل ده جنب بعض، الموضوع ما يبانش جريمة فردية، ده يبان كأنه شبكة مصالح، كل طرف مستفيد وكل طرف ساكت، وأول واحد ممكن يفضح الكل لازم يختفي. وده اللي حصل. حتى بعد موته، الغريب إن مفيش تفكيك كامل للشبكة. عادة في القضايا الضخمة يمسكوا الرأس، يقع الباقي. إنما هنا حصل العكس، الرأس مات والباقي اختفى. لا قوائم كاملة، لا محاكمات كبيرة، لا فضائح بحجم الأسماء اللي كانت حوالينه. كأن في زرار الضغط وقال اقفلوا الملف. في الآخر، سواء صدقت كل التفاصيل أو شكيت في نصها، في حقائق محدش يقدر ينكرها. إبستين كان قريب جدا من ناس عندها سلطة مهولة. اتقبض عليه أكتر من مرة وطلع بسهولة. مات في ظروف مش منطقية، وجزء كبير من الملفات لحد دلوقتي مش متاح للناس. ودي لوحدها كفاية تخلي أي حد يقول في حاجة أكبر من اللي ظاهر. خليني أقولك بصراحة وبهدوء كده بيني وبينك، في النوع ده من القصص لازم نفصل دايما بين الوثيقة المؤكدة والنظريات والتفسيرات، عشان في خيط رفيع بين البحث عن الحقيقة وبين الانجراف وراء أي حاجة صادمة. بس اللي أكيد فعلا إن الراجل ده كان ماسك أسرار تقيلة، وأسراره اختفت معاه.